لو عرضت عليك مطعم بيكسب 100,000 جنيه صافي كل شهر والمطلوب منك تمضي النهارده، هتحط فلوسك فيه؟ اغلب الناس هتقول طبعا، واغلب الناس دي هي اللي بتخسر فلوسها. النهارده هحكي لك قصه الحاج محمد والغلط اللي كان ممكن يكلفه 3 مليون جنيه. اهلا بيكم في اول حلقه من سلسله الارقام ما بتكدبش. لو محتاج التفاصيل الكامله والملفات اللي بنشرح عليها هتلاقي الرابط في اول كومنت. الحاج محمد مستثمر مش مغامر، معاه سيوله وعاوز يدخل مجال المطاعم. جاب شيف حسين وده خبرة 20 سنة في مجال المطاعم، طلع ورقة وقال له أنا جاي لك بمشروع هيدخلك كل شهر 100,000 جنيه صافي ربح. تعالوا مع بعض نمسك الأرقام اللي الشيف حسين قالها للحاج محمد بالورقة والقلم. تعالوا بقى نشوف الورقة اللي طلعها الشيف حسين للحاج محمد. الورقة كانت كالتالي: المبيعات اللي الشيف حسين متوقعها 500,000 شهريا، والخامات 40% من المبيعات بتاعتي 200,000، ومصاريف التشغيل 200,000. طب صافي الربح ال 500,000 ناقص ال 400,000 يبقى صافي الربح عندي 100,000. العائد السنوي شكله كبير، 100,000 في 12 شهر بمليون و200. طيب والمشروع شكله حلو كمان بالنسبة للحاج محمد. فترة الاسترداد بتاعة الفلوس بتاعة الحاج محمد هتكون في فترة أقل من 3 سنين زي ما احنا شايفين. بس في نقطة مهمة هنا بقى، أنا هسألك سؤال: لو أنت مكان الحاج محمد لحد هنا هتمضي؟ خلينا نعمل حاجة المستثمرين الكبار بس اللي بيعملوها، هنختبر كذا فرضية مع بعض. تعالوا مع بعض نبص على الخامات. ال 40% بتاعت الخامات دي ده رقم مطبخي، مش هيكون هو ده الحقيقة، لكن في حاجات تانية بتظهر ممكن ترفع ال 40% دي ل 48%. طيب زي ايه؟ عندي الهالك او خصومات او تقلب اسعار او خطأ في الوزن، او لو في لا قدر الله سرقة في المخزن. في المتوسط الحقيقي لمطعم جديد الرقم ده بيبقى من 45 ل 48. طب تعالوا نحسب الحسبة لما تعلى ل 48% هيكون صافي الربح هيوصل لكام؟ المبيعات زي ما اتفقنا 500 زي ما هي، والخامات رفعت معايا من 40 ل 48% لما اكتشفنا حقيقتها بقت 240,000، والتشغيل هنا عندي ثابت ال 200,000. صافي الربح عندي نزل من 100,000 ل 60,000. شايفين نزل 40,000 في افتراض واحد بس هو ما بصش عليه. اغلب المستثمرين بيحسبوا التجهيز بس، لكن ما حدش بيحسب كام شهر المحل ممكن يخسر قبل ما يبدأ يجيب لك عائد أصلا. يعني مثلا لو احتاج 6 شهور وخسرته الشهرية 20,000، ده معناه 120,000 زيادة فوق ال 3 مليون اللي انا هدخلهم اصلا من البدايه. تاني فخ، هو ما عملش حسابه المصاريف الصامته. يعني هو فاتح وعنده قائمه مصاريف مش مكتوبه، زي ايه؟ كيماويات، يونيفورم، صيانه مفاجاه، اشتراكات برامج، ديليفري ابلكيشن وعموله، تسويق. الرقم ده ممكن بسهوله يوصل ل 35,000. طيب ال 35,000 اللي ظهروا عندي فجاه دول لما اطرحهم من صافي الربح اللي هو ال60، صافي الربح عندي يبقى 25,000 زي ما احنا شايفين. ولحد الان احنا لسه في السيناريو المثالي. المستثمر الهاوي بيسأل انا هكسب كام، لكن المستثمر الحقيقي بيسأل انا هخسر كام لو الدنيا لا قدر الله اتغيرت. تعالوا نختبر المشروع بحاجة تانية. لو فتح جنبك محل اكبر منك وسحب منك 20% بس من الزباين بتوعك، المبيعات بتاعتك اوتوماتيك هتقل بنسبة 20%. تعالوا نغير الحسبة بناء على السيناريو ده. المبيعات نزلت 20% من 500,000 هتبقى 400,000. الخامات زي ما اتفقنا 48% هتبقى من 400,000 192,000. التشغيل ثابت معايا ال 200,000. لو في نسريات ظهرت ولا حاجة بنسبة 30,000، شوفوا صافي الربح هيوصل معايا كام؟ هيتحول من بالموجب للسالب. المشروع بدل ما كان هيبقى كسبان 100,000 اتحول لمشروع خسران 22,000 بسيناريو واحد بس. يعني مش ربح 10,000 ولا 20,000، لا دي خسارة. هبوط بس 20% من المبيعات مسح كل حاجة. شوف قد ايه المشروع ده هش. اغلب المستثمرين بيحسبوا التجهيز بس، لكن محدش بيحسب كام شهر ممكن المحل يخسر لحد ما يبدأ يدخله عائد فعلي. الحاج محمد سألني سؤال: يعني ارفض؟ قلت له لا، بس غير طريقة الحساب.
لو المشروع ما يستحملش ضغط تحت 30% يبقى مش جاهز تحط فيه 3 مليون. وبعد مراجعة كاملة الحاج محمد قرر يدخل في فرانشايز قائمة ببيانات تاريخية مكتوبة على الورق، قائمة من 3 سنين. طيب ليه؟ لأن الاستثمار مش توقع، الاستثمار بيانات. وأخطر جملة ممكن تسمعها في الاستثمار: الدنيا ماشية كويس. الدنيا دايما ماشية كويس لحد ما تبطل تمشي. لو استفدت من الحلقة اكتب لي في التعليقات ايه اكتر بند الناس مش بتحسبه في المطاعم. الحلقة الجاية هنشوف مع بعض محل ملابس بيبيع ب 300,000 شهريا وصاحبه بيستلف علشان يدفع الإيجار. استنوني، انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.